مساء الخير وجمعة مباركة على الجميع. من امبارح مفيش كلام غير عن إمام عاشور. الأهلي وقفوا أسبوعين تدريب منفرد، غرامة 1.5 مليون عشان الراجل ما سافرش. المهم إن أكتر حاجة مضحكة في قصة إمام عاشور دي بالنسبة لي كلام الإعلاميين الأهلاوية، يعني إبراهيم المنيسي، عادل القيعي، وعلى رأسهم طبعا كابتن شوبير. فكابتن شوبير امبارح بيقول إيه؟ والله ما عارف امبارح ولا النهارده الصبح في الراديو، المهم يعني بيقول لإمام عاشور: ينفع يا إمام تعمل الكلام ده وتعرض نفسك إنك ما تروحش المنتخب في كأس العالم علشان لو الأهلي قرر إن هو ما يلعبكش؟ كابتن شوبير، في لاعب عندنا في مصر اسمه مصطفى شوبير، كويس؟ اللاعب ده على مدار سنة قبل بطولة أفريقيا، سنة كاملة، النادي اللي هو بيلعب فيه اللي هو النادي الأهلي لعب 62 ماتش. مصطفى شوبير لعب منهم 9 ماتشات بس. وبرغم من كده المدير الفني لمنتخب مصر العقيد حسام حسن اختاره عادي يعني جدا. طب ونروح لمصطفى شوبير ليه؟ ما نروح للاعب تاني، امام عاشور ذات نفسه. في ال6 شهور اللي قبل افريقيا الراجل كان مريض، وعلى مدار ال6 شهور دول لعب 3 ماتشات بس في فرقته باجمالي دقايق 32 دقيقه. هل تفتكر ان ده منع كابتن حسام حسن انه يضم امام عاشور في افريقيا؟ ابدا، ده ضمه ولعبه اساسي كل الماتشات. فنصيحه يعني مني لاعلاميين ومؤثري النادي الاهلي: يا ريت تشوفوا لكم اي دافع تاني للولد غير موضوع المنتخب وكاس العالم.